عسلامة، مرحبا بكم. معكم منيرة، إن شاء الله يا رب تكونوا بكلكم بخير. اليوم عملت كعبة جوزة، حبيت نوريكم طريقتي، إن شاء الله تعجبكم. بالنسبة لدخل قناتي أول مرة أو عجبوا المحتوى متاعها يشترك فيها، ولا عجبته كعبة الجوزة متاعنا يبارتاجيها مع أحبابه وأصحابه. وتوا ندخلوا نشوفوا كيفاش حضرنا الجوزة متاعنا. نستحقوا الجوزة متاعنا، عندي 500 جرام فرينة، عندي 200 جرام زبدة تكون بحرارة الغرفة، عندي كعبتين بيض، 100 جرام سكر، ساشي سكر فاني، وعندي الخميرة باش ناخو منها مغرفة صغيرة، خميرة المرطبات. عندي شوية ملح كي من هيك على ريوس صوابعي باش نحط على الفرينة شوية ملح. توا باش نحط الزبدة، توا باش ندخل الزبدة في الفرينة بصوابعي باش نتحصلوا على عجين مرمل. توا باش نحط مغرفة الخميرة كامل هكا، مغرفة صغيرة. توا بعد ما تحصلنا على عجين مرمل كامل هكا، باش ناخذ البيض متاعي ونحط عليه السكر ونحط عليه الفاني ونركضه. توا باش نحط الخليط متاع البيض على الفرينة ونبداو نلمو من غير ما نعجنو، نلمو العجينة معناها نلمو الخليط من غير ما نعجنوه. توا كما تشوفوا هاني لميت العجينة متاعي نفس المقادير، ما زدت حتى شيء وما نقصت حتى شيء. المكونات والمقادير اللي عطيتهم لكم هكوما هما بيدهم. تحصلنا على العجينة كي من هكا، ما تكونش يابسة، تكون هكا طرية مرخوفة. توا باش نخليها ترتاح مدة نصف ساعة ومن بعد نرجع نخدمها. توا بعد ما ارتاحت عجينتها هاني بديت نعمل في كعبورات صغار. كعبورات كي من هكا صغيرات. وبالطبيعة حضرنا الآلة متاع الجزوزة. طبعا بعد ما سخنا الآلة متاعنا نجربوا الكعبات الأولانيين ساعة باش نشوفوهم يندرى معناها يجيونا باهين ومستويين ولا زايدين ولا ناقصين، معناها من العجينة مش نكعبرها الكل ومن بعد نبداو نخدموا بشوية بشوية وعيننا ميزاننا. كان لقينا الكعبورات باهين هذوما نكملوا على نفس الشكل. توا باش نحط العجينة متاعي كي من هكا في الشكل هذا في آلة الجوزة. بسم الله. الزوز متاعنا توا حضرت كيما تشوفوا، معناها تسمى حجم العجينة اللي عملتها تسمى باهية، جات قد مشكلة معناها زايدة برشا. تقعد بين 3 و4 دقائق هكا باش معناها باش تطيب. كان نحبوها حمرة أكثر من هكا نزيدوها معناها دقيقة ولا دقيقتين. توا نخرجوا كعباتنا ونسايسوا رواحنا خاطر تبدا سخونة، ونكملوا بنفس الشكل أو نكملوا بنفس الطريقة. وكان تبدأ فما هكا حاجة زايدة من بعد كي تبرد نحيوها.
توا بعد ما طيبنا الزوزة متاعنا، توا باش نملاوها. عندي لهنا شوكولاتة تارتيني، هذه معروفة الناس الكل يعرفوها. وعندي لهنا الكراميل. بالنسبة للكراميل حضرناه مع بعضنا وعملته فيديو، نخلي لكم الرابط متاعو. نبداو نملاو الكعبات متاعنا. اني باش نملاهم معناها الكعبة باش نحط فيها زوز انواع، باش نحط فيها الكراميل وش نحط فيها الشوكولاتة. المطعم متاع الكراميل والشوكولاتة يبداو مع بعضهم بنين بنين على الاخر، راهو ان شاء الله تعملوها الطريقة هذه وتشوفوا معناها قداش يبدا بنين. لصقوا كعباتنا كي من هكا. توا كيما تشوفوا بعد ما مليت كعبات الجوزة متاعي كي من هكا، توا عندي الشحور وعندي نوا دو كوكو. باش ناخد بنسو كي من هكا ونجي لهنا على الحافة متاع كعبة الزوزة ونحطها في النوا دو كوكو. نتحصلوا على كعبة كي من هكا. كملت حضرت الجوزة متاعي كيما تشوفوا، هذا هو شكلها النهائي. هذه هي وصفتي لليوم، ان شاء الله يا ربي عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم، ان شاء الله تاكلوا بالشفاء وبالسلامة.